رائحة الفم الكريهة. وطلبت مننا كتير جدا جذور نبات الجاوي، جذور بالجيم، جذور نبات الجاوي هتمضغ بعد كل وجبة. نجيبها وناخد شوية منها وهتمضغ بعد كل وجبة. دي أول حاجة. أوراق الجزر أو اللي احنا بنسميه شرش الجزر، يعني هو الشتاء جاي والمفروض الجزر ده الموسم بتاعه. الشرش بتاع الجزر اللي احنا بنرميه هناخد منه حفنة هتغسل جيدا، وهناخد نضعها على 2 كوب ماء كبير، هتتغلي لمدة 10 دقائق، تغلى لمدة 10 دقائق. بعد كده هتغطى لمدة نصف ساعة، وبعد كده هنصفيها وهنستخدمها غسول ومضمضة بعد كل وجبة، غسول ومضمضة بعد كل وجبة وأول ما نصحى من النوم وقبل ما ننام. شرش الجزر أو أوراق الجزر الخلفية اللي احنا بنرميها هناخد منها حفنة من هذه الأوراق، هتغسل جيدا وهتوضع في 2 كوب ماء كبير وهتغلى لمدة 10 دقائق. بعد كده بتغطى لمدة نصف ساعة، هتصفى وهنستخدمها غسول ومضمضة للفم أول ما نصحى من النوم، قبل النوم وبعد كل وجبة. ثالث حاجة معلقة من الميرامية ومعلقة من البابونج، معلقة من نبات الميرامية ومعلقة من نبات البابونج هتغلى في كوب من الماء، وأيضا هنستخدمها غرغرة ومضمضة. غرغرة حتى نطهر هذا المكان جيدا بالحل، ومضمضة أيضا علشان ما بين الأسنان نبتدي إن إحنا نطهر هذا المكان جيدا. دي